السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات في القناة. عندي اضافك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه BHVPN. التطبيق ده مساحته 11 ميجا، محمله اكتر من 100,000 شخص. التطبيق ده من ضمن تطبيقات VPN. تطبيقات VPN دي اللي بتقدر تستمتع بسرعة انترنت عالية، تقدر تفتح اي مواقع محظورة في البلد اللي انت فيها، سواء مواقع اقتصادية، مواقع سياسية، مواقع رياضية. تقدر تستمتع بألعاب اونلاين سواء بينك وبين اصحابك اللي في نفس البلد اللي انت فيها او بينك وبين اصحابك اللي في بلد تانية. سواء الالعاب دي الالعاب يعني الاونلاين بينك وبين اصحابك اللي في البلد اللي انت فيها او في اي بلد تانية، بدون تقطيع، بدون تهنيج، بدون فواصل، بدون اي مشاكل. تقدر ان انت تخفي الاي بي ادرس بتاعك من اي شبكة انترنت انت داخل عليها، سواء شبكة انترنت عامة او شبكة انترنت خاصة. يقدر كمان ان هو يخليك تفتح اي تطبيقات محظورة في البلد اللي انت فيها، زي التطبيقات الامريكيه اللي هي الفيس وتويتر والحاجات دي اللي بتكون محظوره في دوله زي الصين. فانت لو في دوله زي الصين وعايز تفتح التطبيقات دي لازم تكون محمل تطبيق VPN. يقدر يخليك تفتح تطبيقات خاصه بدول معينه، زي تطبيقات خاصه بدول اوروبا، تطبيقات خاصه بدول شرق اسيا، تطبيقات خاصه بدول جنوب افريقيا. كل ده VPN بيقدر يعمله لك، وبيقدر يخفي الاي بي ادرس بتاعك ويخفي اللوكيشن بتاعك بحيث ان محدش يقدر يحدد موقعك فين على الخريطه. ده كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق انه بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية مفهوش لغة عربية. بالاضافة لان التقييم العام بتاع التطبيق ده نجمتين و9 من 10، وده تقييم مش كويس ولا حتى يعتبر مقبول. فده كده انا مبرشحش حد ان هو يحمله، لان التطبيق لما بيكون التقييم بتاعه اقل من 4 نجوم ما بيكونش بيقضي غرض اي شخص مستخدم للتطبيق. 4 نجوم اقل حاجة بيخلي الناس تكون يعني راضية الى حد ما. اقل من 4 نجوم ما بيكونش حد راضي عن التطبيق. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بناء عليه في اخر كل فيديو، علشان لو احد شاهد الفيديو حمل التطبيق ولقى في حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس اللي بتخش تشوف الفيديوهات اللي موجوده على القناه، وبالذات الفيديوهات القديمه اللي بقالها سنه، بقالها اكتر من سنه، وتلاقي فيها حاجات مختلفه تقول لك انت ليه مش قايلين كل الحاجات الايجابيه، اللي مش قايلين كل الحاجات السلبيه. ده ببساطه لان وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجوده. اما لو انت شاهدت الفيديو وحملت التطبيق بعد نزوله بيوم، بيومين، باسبوع، وشهر، هتلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها عن التطبيق اللي موجوده بالظبط. عشان اللي احنا بنشرحها دي تطبيقات بننزل لها تحديثات مستمريه، ممكن كل يومين، كل اسبوع، كل شهر ينزل التطبيق تحديث يغير من معالمه كلها. عشان كده دايما بنأكد وننوه ان لو حد لقى حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات. واحنا اصلا كده كده بننزل لكل تطبيق اكتر من فيديو على القناه. كل ما بنعرف ان التطبيق ده نزل له تحديث خلاه بقى افضل او خلاه بقى اسوأ، بننزل على طول فيديو للتطبيق عشان اعرف الناس ان التطبيق ده بقى افضل او ان التطبيق ده بقى اسوأ او كده. وشكرا، سلام عليكم.